صديقي وأستاذي الألماني الدكتور فرانك بيسلر كان بيدور في حاجته القديمة فلقى المجلة دي Seminars in Arthritis and Rheumatism، وده بحث منشور. أنا طبعا مشترك في هذا البحث، اسمي رقم 2 أهو، أحمد رضوان. وده كان أول بحث ليا دولي في مجلة، طبعا مجلة عالية جدا تعتبر Q1 يعني. البحث ده منشور بالضبط من 2013، يعني ليه بالضبط 12 سنة. طبعا الفضل في الكلام ده هو يرجع للدكتور فرانك بيسلر. وكنا طبعا في جزء من مشروع بحثي بين مصر وبين ألمانيا اسمه جيسب، جيرمان ايجيبشن شورت تيرم بروجكت، يعني المشروعات المصرية الألمانية قصيرة المدى. أنا سافرت ألمانيا أنا وزميلي وأخي الدكتور أحمد محمد محروس السمان، والدكتور فرانك بيسلر المشرف علينا جه برضه مصر تبع نفس المشروع فترة يعني. الكلام ده كان في 2012 2013، وأثمر هذا المشروع عن هذا البحث اللي اتنشر زي ما قلت لكم في مجلة عالمية من الطراز الأول. بعديها طبعا نشرنا حاجات تانية كتير سواء مع دكتور فرانك أو من غيره يعني، لكن يظل له الفضل الأول في إنه حطنا على أول طريق النشر الدولي.